سؤال مهم جدًا، وفعلًا دلوقتي بقى في ناس كتير حتى بعض صُناع المحتوى بيركّزوا على فكرة الطلاق، وكأن هو ده الحل الوحيد لأي مشكلة، وده للأسف بيأثّر على استقرار يعني آثار البيت جدًا، 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 جدًا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. خلّيني كده يا جماعة أتكلّم معاكم على نقطة مهمة جدًا بتحصل في كل بيت، وهي نقطة الطلاق. خلّيني أجاوبك بنقطة عملية جدًا، جدًا، جدًا. إزاي ممكن الزوجين يعمّروا بيت أو يحافظوا عليه بدل ما يوصلوا للطلاق؟ أهم حاجة الحوار والاحترام، الكلام الهادي من غير عصبية، بيفرق جدًا، 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 جدًا مع الزوجين، يعني إذا كانت هي بتتكلم معاه بطريقة احترام أو هو كذلك. لازم كل طرف يسمع التاني بجد، مش بس يرد وخلاص وأنا أرد الكلام عشان أنا من جوايا أبقى هادية، لأ، لازم نوصل إحنا الاتنين لنقطة محايدة، إزاي أنت ترتاح وأنا أبقى مرتاحة. توزيع المسؤوليات يا جماعة، لو فكرة إن المشاكل كلها بسبب إن أنت رامي الحمل عليَّ، أنت ما بتساعدنيش، أنا اللي باعمل كل حاجة، أنت مكبّر دماغك، ما فيش حاجة اسمها كده، الزوجة لوحدها أو الزوج لوحده البيت بيبقى محتاج الاتنين يشيلوا مع بعض ماديًا ومعنويًا وتربويًا، يعني لا ينفع الراجل لوحده ولا الست لوحدها، إحنا الاتنين ربنا خلقنا عشان نبقى إيد واحدة. أهم حاجة التقدير والشكر، كلمة شكرًا أو ربنا يخليك، أو ممكن معلش بعد إذنك تعمل لي كذا، أو ممكن بعد إذنك تجيبي لي كذا. أهم حاجة يا جماعة نبني جدار أمان ما بيننا وبين بعض، الإهمال كمان بيخلي الطرف التاني يحس إنه مش مهم. يا جماعة بُص، أنا باقول نُقط معينة وهاتكلم في طبعًا. كل نقطة. بس يا جماعة هاتكلم على نقطة، نقطة التقدير وكلمة شكرًا أو ربنا يخليك ليّا. صدقوني يا جماعة والله الكلام ده كله بيفرق، بيفرق، بيعمّر. أنا نفسيتي بتبقى هادية، أنا باخلّي جوزي من جوّاه نفسيًا مرتاح، بابني ما بيني وما بينه جدار أمان، بابني ما بيني وما بيني جدار يعني راحة واستقرار وهدوء نفسي. ليه أعمل عاصفة وليه أعمل مشاكل وليه أقول له طلّقني، طلّقني؟ هييجي عارفة إحساس الطلاق ده، إحساس الطلاق ده وِحِش جدًا، 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 ويا رب ما حد يحسّه، لإن الكلمة دي بتبقى خفيفة على لساننا إحنا. إحنا ربنا يعني ادّانا قوة الصبر وكده بس قِلّة العقل، بصراحة أنا باتكلّم حق الله، إنّما ربنا ادّى الراجل الحكمة في العقل، ليه بقى؟ لإن الراجل لو هو دماغه صغيّرة وأنا باقول للراجل اللي معايا طلّقني، هو ممكن في أي وقت يقول لي إيه، أنتِ طالق، بس أنا هاستفاد إيه؟ إنما ربنا كرّم الراجل برضه زي ما كرّم الست، بس ادّى له حتّة العقل شوية عننا، بإن هو يقدر إزاي يعمّر بيت. فأنتِ لمّا تفضلي تقولي له طلّقني، 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 هتيجي في مرّة بعد الشر لا قدّر الله لو حصلت، قد إيه بجد أنتِ هتتعبي، قد إيه بجد كل اللي كان واقف معاكِ وكل واقف إزاي يخلّيكِ تسيبيه، إزاي يقدر يساعدِك يخلّيكِ تخربي بيتِك، إزاي أنتِ ساكتة له على كده، صدقيني لمّا الدنيا تهدى وتلاقي كل اللي حواليكِ المكان فِضي، أو كل اللي حواليكِ كل واحد روّح شاف بيته، واللي كان بيقول لِك سيبيه هو أول حد روّح نام جنب مراته وأولاده، واللي كان بيقول لِك أنتِ إزاي تقعي على نفسِك كده، هو أول حد بيحصل معاه مشاكل في بيته. يا حبيبة قلبي، يا روحي، صدقيني والله العظيم اللي بينصحِك بحاجة النهارده، صدقيني بكرة لمّا يلاقيكِ أنتِ وقعتِ فيها هو هياخد موعظة منِّك موعظة منِّك أنتِ، من بعد الشر من خراب بيتِك. طب وليه؟ أنا أقول كلمة حلوة، أنا أقول حاضر وطيب ونعم، في أي خلاف ما بيني وما بينه وقت هدوء مش في وقت الزعل حلو والزعيق، جدًا. نقعد نحكي مع بعض، نوصل لنقطة و نقطة وسط ما بيني وما بينه، بلاش على طول كل حاجة اللي في دماغي أنا أمشّيها، إحنا لسه صغيرين، إحنا لسه بنتعلم من الدنيا، الناس اللي أكبر مني ومنِّك اقعدي معاهم، اسمعي منهم، بس ناس تكون حكيمة مش ناس خرّبت بيوت. لان ناس خرابين البيوت كتروا، صدقيني الشماتين وخرابين البيوت كتروا. فيا جماعه احنا نركز على نقطه التقدير، ده بيحسس اللي قدامي قد ايه انا بحترمك، وقد ايه ان في ما بيننا وما بين بعض امان. نقطه العيوب، في بقى نقطه تانية اللي هي بتديني ان انا افضل شايفاك وافضل انتقدك، انت فيك وفيك وفيك وفيك. لا يا روحي كلنا فينا اخطاء، بصي لنفسك قبل ما تبصي للي قدامك، حاولي تهدي جو البيت.
مهما كان في ضغوط لازم يبقى في وقت للاسره مع بعض. ممكن تاخديه وتنزلوا تتهووا شويه وتتكلمي معاه، تقولي بصراحه انا كنت زعلانه منك في كذا، انا متضايقه منك وقت كذا. على فكره والله العظيم الراجل ما هو الا طفل صغير، بيجي بالطمانينه، بيجي بالمعامله كويسه. اوعي تفتكري ان انت اما تتعاملي معاه باسلوب زي ما بتعاملي ابنك الصغير هو هيبقى وحش معاكي. صدقيني هم كلهم اطفال صغيرين. الاطفال كمان بيتاثروا ايجابيا لما بيشوفوا الحب والود ده. والاهم حاجه في الموضوع ده كله ان انت تبقي من جواكي حكيمه. انت من جواكي تبقي حكيمه، يعني اهم حاجه تبقى دنيتك انت فاهمه انت بتعملي ايه. واهم حاجه من كل ده الاستعانه بالله. ادعي كتير، خلي نيتك الطيبه دي في اصلاح البيت، ان ربنا يبارك لك في جوزك وفي اولادك وفي حياتك. يعني بدل ما كل شويه اكرر كلمه الطلاق ونخوف الناس ونقول ايه، الناس كل شويه بيقولوا لي انت ساكته ازاي على كده انت. فبدل ما انا اقعد اسمع للي حواليا خربين البيوت، انت عملتي، انت سويتي، انت ازاي سكتله على كده، طب هو ليه بيقول كده، هو انت ازاي تيجي على، طب ما انت حبيبتي اللي انت بتنصحيني دي انت ما استحملتيش. انت ما حصلش مشاكل عندك في بيتك؟ اكيد كلنا حصل عندنا مشاكل يا جماعه، واكيد كلنا والله حصل عندنا حاجات كتير لا تطاق، بس كلنا بنعدي وبنهدي وبنكبر دماغنا وبنهدي من نفسيتنا ونفسيه اللي قدامنا، مش نحط ونراكم على بعض. وبدل ما نخوف بعض وكل شويه اخوفه ان انا هسيبه وهو يخوفني ان هو هيسيبني، لا يا جماعه نخلي في ما بيننا موده ورحمه اللي ربنا قال عليها. حابه اشكركم في نهايه الفيديو، ويا ريت كل اللي سمع الفيديو يحط اللايك ويشير الفيديو ويقول لي رايه ايه في الكومنتات. مستنيه تعليقاتكم ومستنيه ردود فعلكم في التعليقات، تقولوا لي ايه رايكم في كلامي، هل كلامي ده صح ولا لا. واللي حصل معاه فعلا مشكله زي كده انا مستنيه اسمع رايه، يقول لي ايه اللي حصل معاه وازاي يتعامل معاه في حياته. شكرا لكل اللي بيتابعوا قناه يوميات توتم والعيال. شكرا.